استخدام الأسرة في الإمارات بين الحلم والمسؤولية. خليني أقول لك على حاجة بصراحة، مشهد لم الشمل في المطار ده حلم كل واحد مسافر، بس الحلم ده لو استعجلته ممكن يتحول لعبء نفسي ومالي وقانوني يقطم ظهرك. قبل ما تقول أنا هجيب مراتي وولادي لازم تجاوب على سؤال: هل أنا فعلا جاهز أشيل مسؤوليتهم؟ طب إيه المطلوب عشان تعمل استخدام؟ القانون بيقول إنك عشان تعمل استخدام لازم تكون موظف ومعاك عقد عمل ساري في الدولة، لازم يكون عندك دخل ثابت. لو هتستخدم الأسرة كلها يفضل إن يكون عندك عقد إيجار سكن رسمي باسمك، ويفضل إنه يكون سكن عائلي مش مشترك. اللي بعد كده لازم تجيب الأوراق بتاعتك مترجمة ومصدقة زي شهادة الزواج، شهادات الميلاد، الصور الشخصية، جوازات السفر لكل الأسرة كاملة. رقم 5 إنك تدفع رسوم إصدار الإقامة لكل فرد، اللي هي بتبقى من 1500 ل 2500 درهم تقريبا على حسب الفرد وعلى حسب الإمارة اللي أنت فيها ونوع الإقامة اللي معاك. يعني خلينا نقول أنت لو زي حالاتي كده معاك زوجة وطفلين هتدفع أول سنة على الأقل ما بين 10 ل 15000. ده تكلفة استخدام بتذكرة الطيران غير الإيجار وغير مصاريف المعيشة. لو أنت في أول شغلك مرتبك بالعافية هيغطي مصاريفك، وخصوصا لو أنت لسه ما عندكش سكن ثابت ولا معاك عربية ولا معاك رخصة قيادة. يبقى في الحالة دي الأفضل تستنى. في ناس جابت ولادها واستقرت، وفي ناس جابت ولادها ورجعتها بعد 3 شهور بسبب الضغط والديون. طيب تعمل ايه قبل ما تاخد القرار؟ من رأيي الأول استنى على الأقل من 6 شهور لسنة تكون عديت أول المراحل اللي فيها عدم استقرار. رقم 2 اعمل ميزانية فيها مصاريف الأسرة بعد الاستخدام كاملة. رقم 3 اسأل نفسك: هل عندي شبكة دعم هناك؟ لو لا قدر الله حصل ظرف مين هيسندني؟ الخلاصة: استخدام الأسرة نعمة، بس لازم تكون نعمة محسوبة. ما تخليش لحظة عاطفية تجرك لقرار صعب ترجع تصلحه بالدموع.